السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا بيكم في بارت 3 والأخير من مغامرتنا في دريم بارك. في بارت 3 من رحلة دريم بارك النهاردة مش هنبدأ بألعاب الملاهي العادية، احنا داخلين على تجربة واقع افتراضي خطير. الكراسي دي مش مجرد كراسي عادية، دي بتتحرك مع كل لقطة رعب هتشوفها جوه النضارة. بصوا بقى يا جماعة، المكان هنا مش مجرد نظارات في ار عادية وخلاص، احنا داخلين منطقة عالم افتراضي كاملة. يعني كل جهاز من دول هينقلك لعالم تاني وهتتحرك معاه بكل حواسك. تعالوا اوريكم الالعاب اللي جوه دي بتعمل ايه. وهنا كراسي الناين دي الشهيرة، يعني ميزتها ان هي مش بس الكرسي بيتهز وبيتحرك، ده كمان بتلاقي هوا بيخبط في وشك ومؤثرات تحت رجليك بتخليك تصرخ من قلبك. واحلى حاجة فيها انها ثنائية، يعني تقدري انتي واي حد معاكي تعيشوا نفس الاثارة وتسمعوا مع بعض نفس الفيلم. وكمان بصوا على الجهاز ده جهاز اللف 360 درجة، بتقف فيه وبتربط حزام الأمان وبيبدأ يلف بيك فوق وتحت ويمين وشمال. الألعاب اللي عليه بتخليك تحس انك ناطط في باراشوت من طيارة أو واقف على حبل بين جبلين. تجربة بجد بتخطف القلب. شايفين المدرعة دي بقى لعشاق الأكشن وحرب الشوارع. بتمسك الرشاشات دي وبتدخل في معركة ضرب نار ضد زومبي أو وحوش في الفضاء، والجهاز بيميل بيك وبيتحرك معاك وانت بتضرب، يعني هتعيش دور البطل بجد. وطبعا هنا بنشكر صاحب المكان اللي وقف معانا وشرح لنا كل حاجة من الأجهزة دي بتشتغل ازاي. وبعد ما خلصنا رعب الفي ار قلنا نروح على حاجة هادية شوية، وركبنا اللعبة الجميلة دي، وزي ما انتم شايفين كده واخدة شكل كرة أرضية، يعني بتلف بالراحة خالص في الهواء. وعايزة اقول لكم انها امان جدا لدرجة ان ابني عنده 6 شهور كنت واخداه معايا فيها عادي جدا. يعني لو معاكم اطفال صغار او نونو خايفين عليهم، اللعبة دي هتبقى ترفيهية ممتعة ومفيش منها اي قلق خالص. وبعدها على طول دخلنا على اللعبة الرسمية للمة العيلة والضحك، لعبة الفناجيل. اللعبة دي شكلها كيوت ولطيفة من بره، بس من جوه بقى انت وشطارتك. وهنا بقى دخلنا على التقيل، المغامرات المائية في دريم بارك. اللعبة دي من الألعاب اللي بجد بتخطف القلب وانت طالع بالمركب لفوق، وبتفضل مستني اللحظة اللي هتنزل فيها في المية. النزلة سريعة جدا وبتعمل شلال مية حواليك، بس بجد متعة تانية خالص، ومن الألعاب اللي لازم تركبوها أول ما تيجوا هنا. هنا بقى واحنا طالعين المطلع بتاع الشلال، الاحساس بجد كأنك طالعة بسلم للسما ومفصول عن الارض تماما. السكوت اللي قبل النزلة ده بيبقى مرعب، وكل اللي راكبين بيبقوا كاتمين انفاسهم ومستنيين اول ما المركب تقلب علشان تبدأ صراخ الرعب والمية تغرقنا. وهنا بقى كانت لحظة الحسم، نزلنا النزلة المتينة دي والنتيجة زي ما انتم شايفين، غرقنا حرفيا. المية دخلت في كل حتة في المركب. عايزة اقول لكم بقى على نصيحة من واقع البهدلة اللي احنا فيها دي، اللي عايز يركب الشلال يركب في وقت الظهر او تكون الشمس حامية، علشان تلحقوا تنشفوا بسرعة والشمس تاخدكم جولة تجفيف سريعة. وبما اننا لسه مبلولين والجو حر، قلنا خلينا مكملين في مغامرات المية ومش هنطلع. ركبنا بقى المركب الدائري ده، وطبعا كمل على الباقي من الهدوم الناشفة. بس بجد لفته في المية والموج الصناعي اللي فيه بيعملوا جو مغامرة رهيب. ولو وصلتوا لهنا في الفيديو انزلوا قولولي في التعليقات، بتحبوا ألعاب المية أكتر ولا ألعاب الرعب والفي ار؟ قفلنا بقى جولة المية بأهدى لعبة هناك، المركب الهادية في البحيرة. المناظر من هنا شكلها يفتح النفس، والجو بجد كان خطير. اللعبة دي مناسبة جدا لو معاكم أطفال صغيرين، أمان 1000000%، وبتديك طاقة حلوة إنك تكمل بها بقية اليوم وانت رايق ومبسوط. نيجي بقى للألعاب الخطيرة والتقيلة اللي بجد. دخلنا على قطر الموت. طبعا أول ما بتشوف القضبان واللفات دي من بعيد بتقول سهلة، بس أول ما القطر بيتحرك والسرعة بتزيد في المنحنيات بتحس إن قلبك اتلفت كده من مكانه. صريخ بقى وضحك وخوف، يعني جمدوا قلبكم وشوفوا القطر ده عمل فينا ايه.
عايزة اقول لكم واحنا شايفين القطر ده من بعيد كنا بنقول عليه لعبة اطفال وحاجة سهلة كده ولطيفة، لكن اول ما ركبناه وقعدنا على الكرسي يعني لا ده حاجة تانية خالص يا جماعة. الملفات دي والميل اللي انتم شايفينه ده بيخليكي تحسي انك يعني هتقعي من المكان ده، والسرعة فجأة بتزيد وبتخطف القلب، بجد المظاهر خداعة. وجينا هنا بقى لسفينة نوح او سفينة القراصنة. هنا بقى قلنا هنركب السفينة وهصور لكم من جوه السفينة لما بتعلى لفوق بتبقى عاملة ازاي. احساس السفينة وهي بتعلى لفوق كأنك ممكن تمسك السما بايدك، وفجأة الاحساس ده يعني لحظة الهبوط الاحساس ده ملوش وصف غير انه بيخطف القلب بجد. السفينة بتنزل فجأة وبتحس ان الجاذبية ضاعت، والضحك والصريخ بقى جوه بيبقى واصل لاخر الملاهي. تعالوا اسمعوا بنفسكم. عايزة اقول لكم اسعار الالعاب المدفوعة جوه الديسكفري والتورنيدو والاعصار والسيارات والصاروخ والقطار الطائر وشلال المرح، كل اي تذكرة ب50 جنيه. شايفين البرج العالي ده؟ وصلنا بقى للعبة الصاروخ. دي اللعبة اللي بتفصل القلوب الجامدة من القلوب الضعيفة، بتفضل تطلع بيك ببطء لفوق خالص لحد ما تشوف الملاهي كلها تحت. بتبقى صغيرة جدا وبتثبت ثواني وفجأة بتلاقيك نازل سقوط حر بسرعة الصاروخ، والجاذبية بتكون ضاعت تماما. احساس خطف القلب هنا ملوش مثيل. دخلنا بقى على الديسكفري، وعايزه اقول لكم ان دي كانت اول مره انا وجوزي نركب اللعبه دي في حياتنا. يعني قررنا نغامر مغامره العمر سوا ونشوف مين فينا اللي قلبه اجمد ومين اللي هيصرخ الاول. اللعبه دي بتلف وتتمرجح كده في نفس الوقت بشكل يطير العقل، وطلعنا منها واحنا مش عارفين الارض فين من السما. بس بجد الضحك والذكريات هنا يعني ملهاش تمن. نصيحة مني يا جماعة، كل اللي عايز يروح دريم بارك ما يروحش يوم الجمعة، علشان اليوم ده بيبقى زحمة تماما. واحنا عارفين طبعا ان دريم بارك بنقطع تذكرة الدخول في الاول على حسب القيمة اللي هندفعها او على حسب احنا عايزين التذكرة نوعها ايه، وبنركب كل الالعاب وبنعيد ونزيد فيها من غير ما ندفع اي حاجة تانية جوه. فاللي حابب يروح دريم بارك ما يروحش يوم الجمعة ولا في الاجازات، ممكن يروح وقت الامتحانات اللي احنا فيه ده. هتلاقوا المكان فاضي تماما وهتعرفوا تعيدوا وتزيدوا في الالعاب براحتكم لحد ما تزهقوا. وهنا بقى وصلنا للبيت المقلوب، وبما ان تفاصيله كتيرة جدا وانا مش عايزة اطول عليكم الفيديو قررت انزله لكم في فيديو شورتس لوحده. وصلنا بقى لمنطقة الرعب، القلعة الرعب، البيت الملعون. وعايزة اقول لكم سر خطير، الاشخاص اللي جوه بتطلع تخوفكم فجأة دي مش مجرد مجسمات او تمثيل، دول ناس حقيقية وممثلين متمكنين جدا من خضكم. وطبعا عشان تعيشوا الرعب ده بكامل تفاصيله من غير ما نطول وقت الفيديو، استنوا الجولة كاملة جوه في فيديو شورتس منفصل. وبعد كل الإثارة والرعب دخلنا بقى على اللعبة اللي كانت أكتر حاجة ممتعة في اليوم كله، صالة السيارات الكهربائية. ودي يا جماعة متعتها ملهاش حل، الكل نازل تخبيط وفك عقد في بعض ومفيش حد بيفلت من خبطة تجيله فجأة. بجد ضحكنا فيها من قلبنا وطلعنا كل الطاقة اللي جوانا. وعايزة اقول لكم ان دي اللعبة الوحيدة اللي مسموح لك فيها تكسر وتخبط براحتك من غير ما تاخدي يعني اي مخالفة سواقة. تعالوا بقى نشوف السيارات، وسعر تذكرتها 100 جنيه، ودي اغلى لعبة مدفوعة بره التذكرة العادية في الملاهي. السواقة والتخبيط فيها ممتعين جدا وبتعمل جو ضحك مش طبيعي، بجد تجربة اساسية ومسلية في يومنا. كل اللقطات السريعة اللي شغالة قدامكم دي فيها كل الألعاب التانية اللي ركبناها النهاردة. وعشان عارفة انكم مش بتحبوا الفيديوهات تكون طويلة وتملوا، قررت انزل لكم كل لعبة من دول بالتفصيل في فيديو شورتس قصير هتنزل ورا بعض، فتابعوا القناة ومستنية رأيكم.
عايزة اقول لكم بقى ان المكان هنا مش مجرد العاب وحماس وبس، المكان بجد بيتميز بنظافته وجماله، ومليان كمية كافيهات ومطاعم تفتح النفس. القعدة هناك وسط الخضرة والممرات ممتعة جدا، هتلاقوا كل الاكلات السريعة اللي بتحبوها، وطبعا اكشاك الايس كريم والحلو في كل حتة عشان ترطبوا على على قلوبكم بعد بهدلة الالعاب. بجد مكان متكامل للفسحة واللمة الحلوة. وطبعا فيها أماكن مخصصة للقهوة والمشروبات الساخنة لكل اللي عايز يعدل مزاجه علشان يعرف يفوق للألعاب ويبقى عنده طاقة إنه يكمل اليوم. وبعد اللف والتنطيط في الألعاب دي كلها، الجوع طبعا عمل عمايله معانا، فقررنا ندخل المطعم الجميل ده علشان ناكل ونقعد نرتاح شوية. القعدة بتاعته في الهوا بره ومظلات كده شكلها يفتح النفس ومريحة جدا بعد الشمس والحر. تعالوا بقى اوريكم اخترنا ناكل ايه وجددنا طاقتنا ازاي علشان نكمل بقية اليوم. قعدنا بقى وطلبنا المنيو علشان نشوف هناكل ايه، وحبيت اوريلكم الاسعار علشان تبقوا عارفين الميزانية. المطعم سوري واسمه ابناء دمشق، وعنده كل حاجة. سندوتشات الشاورما بتبدأ من 60 و70، وعنده فتة شاورما ب130، والوجبات الكاملة زي وجبة المارية او الوجبة العربي بتبدأ من 110 لحد 160. كمان عنده برجر وبطاطس ومشروبات. الاسعار بجد معقولة جدا وفي متناول الجميع ان شاء الله. واخيرا الاكل وصل، وطبعا بعد التفكير استقرينا على العشق كله. طلبنا بيتزا سجق وبيتزا فراخ بصوص الباربيكيو. يعني مش قادره اوصف لكم الريحه كانت عامله ازاي، والجبنه يعني سايحه وحاجه كده ترد الروح. بجد الاكل نزل في وقته بالظبط. وبما ان المطعم ده مشهور بالمشويات اكتر من البيتزا، فقلنا لا يمكن نمشي من غير ما نجرب التخصص بتاعه. طلبنا الكفتة مع الرز البسمتي المبهر، وعايزة اقول لكم بجد حاجة روعة وتدوب في البق. ده غير الفراخ المشوية عندهم، التتبيلة والريحة كانت خيال. بجد تسلم ايديهم، الاكل كان ملوش حل ومظبوط على الشعرة. كده يا جماعة نكون خلصنا الغدوة المتينة والرايقة دي، وبجد كانت مسك الختام لليوم الطويل المليان حماس ولعب في دريم بارك. يا رب تكون الجولة النهاردة عجبتكم وعشتوا الأجواء معانا. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير وتعملوا اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، واستنوا فيديوهات الشورتس اللي هتنزل ورا بعض بالتفصيل لكل الحاجات المرعبة والغريبة اللي وعدتكم بيها. أشوفكم على خير في فيديو جديد ومغامرة جديدة مع منوعات شمس. مع السلامة.